وهو بيلعب اتفاجئ ان المنطقه اللي في اللعبه دي نفس المنطقه اللي هو عايش فيها، وهو ماشي بيقابل كمان صاحبه واستغرب جدا لما شافه، فاتصل بصاحبه وبيقول له انا شايفك في اللعبه، وبيطلب منه انه يرفع ايده عشان يتاكد ان الكلام ده دلوقتي، وفعلا بيرفع ايده وبيستغرب جدا وبيقول له انا شفتك لما رفعت ايدك، بس برضه صاحبه مش بيصدقه وبيروح بقى يخلص على المجرمين اللي في المنطقه، وهو ماشي بيلاقي واحد ماسك سلاح فبيخلص عليه على طول، وصاحبه اتصل بيه تاني وبيقول له انا سمعت صوت ضرب نار، انت كمان سمعته؟ وبيقول له لا ما سمعتش حاجه، وبيكون غبي وبينشل على صاحبه وبيضرب عليه وما يعرفش ان الكلام ده بيحصل في الواقع وان صاحبه مات بجد، وبيلاقي ان جات له رساله انتظار وبيستغل الفرصه وبيروح يجيب حاجه يشربها، ولما بيرجع بيلاقي ان الشخصيه واقفه على جنبه وبتعمل حمام، وبيفضل يمشي في المنطقه واي حد يقابله بيخلص عليه، وهو ماشي بيلاقي بيت جاره اللي جنبه وبيطلع قنبله وبيحدفها في بيته بيتفرقع، وكل ده برضه ما يعرفش ان الكلام ده بيحصل في الواقع، بس هو ماشي بيلاقي بيته وبيستغرب جدا لما بيشوف ان ده بيته، وبيخرج يبص بره وبيلاقي فعلا الشخصيه اللي هو بيلعب بيها واقفه بره، فبيدخله على بيته وهو خايف وبيشوف كل تفاصيله في بيته، وبيدخله كمان على البيت وبيسمع صوت فعلا حد دخل، وبيدخله على اوضته وبيستغرب لما بيشوفه وبيخاف قوي، فبيجرب وبيجيب السلاح عليه وبينشل على وشه وبيكون غبي وبيدوس على زرار. Game over.